السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حسوي معاكم طريقتي في الرز الكابلي. يلا نشوف طريقة التحضير والمقادير. هنا عندي مقادير الرز الكابلي. هحتاج هنا واحدة دجاجة اللي مغسلة ومنظفة، عندي هنا 4 حبات بطاطس، عندي هنا كاستين رز اللي غسلتها ونقعتها لمدة نص ساعة، الرز بسمتي. هحتاج هنا حبة طماطم مقطعة مربعات، وهحتاج حبة بصل مقطعة كده شرايح، هحتاج ملعقة صغيرة توم مهروس، هحتاج ملعقة كبيرة صلصة، عندي هنا نص عصير برتقال، نص كاسة عصير برتقال، وعندي هنا برش برتقال على قد ملعقة كبيرة برش برتقال، وهحتاج موية كادي في الأخير. وبالنسبة للبهارات هحتاج كركم وقرنفل وقرفة وكمون حب وكزبرة ناشفة وبابريكا وبهارات مشكلة وورق غار وملح ليمون وهيل وملح عادي. يلا نشوف طريقة التحضير. أول شيء هنا عندي القدر، هحط زيت عادي حوالي ربع كاسة زيت عادي، بصل، دجاج، ملعقة صغيرة توم، طماطم، برش برتقال، عصير برتقال، صلصة، هحط ملعقة صغيرة دحين وملعقة صغيرة بعدين مع الرز. عندي هنا 4 حبات هيل، عندي هنا حبة ورق غار، عندي هنا شوية ملح ليمون، نص ملعقة صغيرة ملح ليمون، ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، ملعقة صغيرة كمون حب، عندي هنا عود قرفة، أربع حبات قرنفل، وملعقة صغيرة كركم. خلاص أقلب المكونات هذه كلها مع بعض علين تتسبك عندي مظبوط، بعدين أبدأ أضيف الموية. لازم الدجاج يتسبك مع البهارات مظبوط. خلاص هنا بعد ما صار معي الدجاج اتقلقل هضيف الموية، وحسيبه عليه يستوي الدجاج، اغطي عليه واسيبه يستوي لمدة نص ساعة. خلاص عندي دحين في هذه المرحلة الدجاج استوى، هبدأ اضيف البطاطس، وحضيف الرز اللي نقعته لمدة نص ساعة، وحضيف ملعقة صغيرة ملح آخر شيء، طبعا الملح اكتر شوية علشان عندي البطاطس يشرب الملح،
حضيف غطايا من موية الكادي. اسيب الرز عليه يغلي مظبوط، بعدين اوطي عليه النار مرة. فلفل اخليه فوق علشان اذا في احد ما يبغى فلفل ولا شيء. اسيب الرز عليه يغلي مرة على نار عالية. لما يغلي خلاص يبدأ يشرب في الموية حقته، اوطي النار، اسيب النار شمعة، اغطي عليه بخرقة وبالغطاية. خلاص بعد ما غلي عندي الرز اوطي عليه النار مرة، اقفل عليه بهذه الطريقة واسيبه لمدة نص ساعة بعدين يستوي عندي الرز. هنا عندي الرز الكابلي بيستوي. هنا عندي كاسة رز بسمتي اللي حسويها رز ابيض سادة علشان اخلطه مع الرز علشان يديني اللون اللي هو الابيض والبرتقالي. عندي هنا كاسة رز بسمتي اللي غسلتها. طبعا واحدة كاسة رز بكاستين موية. حضيف لها هنا عود قرفة صغير وحبة قرنفل وحبتين هيل وملعقة صغيرة ملح وزيت عادي شوية. خلاص اسيب الرز عليه يغلي، بعدين اغطي عليه، بعدين اوطي عليه النار واغطيه. خلاص دحين بعد ما غلي عندي الرز الابيض حوطي عليه النار مرة واسيبه لمدة نص ساعة يستوي. دحين بعد ما استوى عندي الرز الكابلي حاخد الرز الابيض على وشك يستوي وحبدأ احطه من فوقه. اوزعه بدا الشكل عشان يتشربوا من نكهة بعض، وحسيبه لمدة ربع ساعة يتشربوا مع بعض. خلاص هغطي عليه واسيبه مدة ربع ساعة. هذا الشكل النهائي للرز الكابلي، بيجي على ده الشكل لذيذ وطعم. اتمنى تجربوه ويعجبكم وبالعافية.